ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بقالنا كام يوم واخدين الاجازه وخلصنا امتحانات الحمد لله. كنت مشغوله شويه في تجهيز ورق عشان مسافره، وكنت برتب في الاوضه، وكنت بخرج وانجوي مع اصحابي شويه. واخيرا رجعت بقى للفيديوهات. كنت الصراحه بكتب شويه فيديوهات كده الجايه، يعني عشان لما اسافر ابقى مجهزه شويه حاجات. النهارده جايلكم فيديو مهم. هتكلم عن يعني ازاي نتخطى نهاية مؤلمة، نتخطى مرحلة مش كويسة في حياتنا. كلام مهم جدا جدا، فهكملوا الفيديو للآخر. أيقنت أن الله يجبر خاطري لما بكيت ولم أجد إلا هو، ناديت والمحراب يحضن أدمعي. الله يا الله يا الله، إن لم تكن قربي وترحم خافقي، من لي سواك يغيثني رباه. هذه دموع التوب أذرف حرها، ورضيت ربي كيف لا أرضاه، ورضيت ربي كيف لا أرضاه. والله يهديني خصوص معية، ولهفتي لله وشوقاه. ومضيت أذكر خالقي شوقا له، أواه من شوقي له أواه. والله يعلم من يحب لقاءه، فأحبه وأحب أن ألقاه. لما سجدت وقلت ما في خاطري، أحسست سبحان العلي علاه، أحسست سبحان العلي علاه. سأعيش عمري في ثبات دائم، يا رب هيئ للفؤاد هداه. هبني الرسوخ وكن معي وتولني، عبد تولاه الرحيم كفاه، عبد تولاه الرحيم كفاه. سأظل أبكي عند بابك خالقي، فاقبل من العبد الفقير بكاه. ويظل محرابي يعانق أدمعي، الله يا الله يا الله. هحاول أعرفكم شوية حاجات تساعدكم يعني تتخطوا مرحلة وحشة أو تتخطوا نهاية مؤلمة. أول حاجة إنه لازم تتقبل مشاعرك. القوة عمرها ما كانت في إن أنت تتجاهل المشاعر، أو إن أنت يعني تشغل نفسك عشان تعدي الدنيا وكده. لأ، بجد القوة الحقيقية في الشفاء في ان انت تتقبل المشاعر دي. طبيعي هتكون مشاعر في قمة ذروتها، وان انت حاسس قد ايه انت زعلان، قد ايه انت حزين، بس صدقني مع الوقت كل ده هيقل. بس كل اللي عليك في الوقت ده ان انت تعامل نفسك بكل حنية. يعني عامل نفسك كأنك بتعامل اعز صديق ليك. يعني انت لو صاحبك او صاحبتك في الموقف ده، شوفي انت هتتعاملي معاها بحنية ازاي. انت المفروض تتعاملي مع نفسك بنفس الحنية دي. ممكن في وقت زي ده تستعيني بأي حد يدعمك نفسيا. ممكن نستعين بدكتور لو الأمر تطلب. ممكن نستعين بشخص احنا عارفين ان هو مر بنفس التجربة وفاهم، وانتوا عارفين ان هو هيحس بيكوا وهيقدر يساعدكوا. وخليكوا فاكرين ان مشاعركم مقبولة، بس خلي بالكم من الأفكار السوداوية اللي بتيجي في وقت زي ده.
خلي بالكم من حاجة مهمة في الفترة دي. بيبقى في حاجة عبارة عن فخ، وهي ان انت بتفضل تأنب في نفسك انه انا اخترت غلط، انا ندمان، انا وبتفضل يعني تحاسب في نفسك. لا، كلنا وقعنا في نفس الغلط، كلنا اخترنا اختيارات غلط خلتنا نضيع سنين من عمرنا. احنا ما اتولدناش عارفين كل حاجة، فطبيعي ان احنا نغلط. في مقولة بتقول انه الخبرة لا تأتي بالمجان. الاهم في كل ده ان انت تتعلم من الغلط ده. ده مش هيمنع ان انت ما يكونش عندك مشاعر حزن، او ان انت ما تكونش لسه زعلان او متضايق، بس على الاقل هيمنع ان الامور هتكون اسوأ. المرحلة اللي بعد كده هي مرحلة الاستيعاب. ده بيجي بعد ما الوقت يعدي، هيكون وقتها الحدث على بعد منك، فانت قادر تشوفه بوضوح اكتر، قادر تفهم الرسالة اللي جاتلك من النهاية دي. هتبقى قادر تستوعب انه ده كان درس ضروري في حياتك لازم تتعلمه، هيخليك تنجح في حاجة قدام، هيخليك تدخل في تجارب جديدة. ساعتها هتستوعب ان النهاية المؤلمة دي كانت افضل بكتير من انك تستمر في حاجة هتكون كارثية على المدى البعيد. وفي المرحلة اللي بعد دي، هنا جه الوقت ان انت تتغير، ان انت تطور من نفسك، ان انت ترجع تفوق لنفسك. هتبدأ تتطور في حاجات او تعمل حاجات، يعني هتصنع قصة تميز ليك، بس لازم تاخد بالك انه في الفترة دي انت بتعمل ده علشان نفسك، مش علشان تثبت حاجة لحد، مش علشان تشوف الناس هتقول ايه عليك. لا، لازم تكون بتعمل الحاجات دي وهي متوافقة مع رغباتك الداخلية. هتبدأ تمارس حاجات جديدة، تجارب جديدة، تشوف هوايات جديدة، علشان تصنع ذكريات جديدة تمحي الذكريات المؤلمة اللي انت كنت حاسسها او اللي انت كنت شايلها. عايزة اقول حاجة كمان، بنكون قادرين على التخطي لما بنعترف بالخطأ ده وبنستحمل مسؤولية اصلاحه. وخليك عارف ان اللي حصل مش نهاية قصتك، الا لو انت اخترت انها تكون النهاية. اتمنى يكون الفيديو فاتكم حتى لو بنسبة صغيرة، وهشوفكم في الفيديو الجاي.